اش بان لك قلت لك انك ممكن ترفع دعوى قضائيه للشركه ديال لوطوروت او لا لوطوروت دو ماروك في المحكمه وتربحهم بعد التعرض لحادثه سير داخل الطريق السيار. في 14 مارس 2024 في الطريق السيار قرب مدينة طنجة، واحد السائق ضرب كلب دخل الطريق السيار وتسبب له حادثة سير، والمحكمة حكمت على لوطوروت دو ماروك بتعويض أكثر من 40,000 درهم لهذا السيد. في سنة 2024 أيضا المحكمة الإدارية حكمت على لوطوروت دو ماروك باش تخلص أكثر من 32,000 درهم ديال التعويض لواحد السيد اللي سبق دار حادثة السير الطريق السيار قرب مدينة الدار البيضاء مع واحد الحيوان كان قاطع الطريق. القانون ما كيتعاتقش في هذا الشيء وكيسميه إهمال أو خطأ في الخدمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت أول مرة كتشوفني أنا عصام كريم، وهذا فيديو جديد من السلسلة اللي كنشرحوا فيها كل ما يتعلق بالتأمين والسيارات. قبل ما نبداو الفيديو ما فيها بس نعرفوا الساده المشاهدين شكون هي اوتوروت دو ماروك او لا ADM او شركه الطرق السياره بالمغرب. ADM او لا لوطوروت دو ماروك هي الشركه المكلفه بتسيير وصيانه الطرق السياره بالمغرب. ومنين كنقولوا طريق سيار او لا اوتوروت كنقولوا خلاص اذا انت سيدتي السائقه، انت سيدي السائق، كتخلص في البياج باش تستافد من طريق مجهزه مزيان وامنه. وركزوا لي مزيان على هذه الامنه لانها هي العنصر الجوهري ديال هذه الحلقه، ولانه اذا انعدم الامان في طريق السيار كيبدا النقاش حول المسؤوليه ديال لوطوروت دو ماروك. اذا شنو هما الحالات اللي كتحمل فيها لوطوروت دو ماروك المسؤوليه وكيكون واجب عليها تعوض مستعملي الطريق السيار؟ اول حاله غادي ندوي عليها هي منين كتكون شي حاجه اللي كتعرقل السير في الطريق السيار او بعض الحفر او شي اصلاحات او صيانه اللي ما دارش مزيان، او في بعض الحالات كيكونوا البقايا ديال شي حادثه سير اللي ما تحيدوش من الطريق. في هذه الحاله قانون كيعتبر هذا الشيء اخلال بواجب الصيانه اللي مفروضه على لوطوروت دو ماروك. ثاني حاله غادي ندوي عليها هي منين كيدخل اعزكم الله شي حيوان داخل الطريق السيار وكيتسبب في حادثه سير، وهذه الحاله كتوقع في بعض المناطق اللي كيكون فيها السور الفصيل قصير او كيكون مقطوع او شي طرف منه طايح، وهذا الشيء بالضبط كيعتبر القانون تقصير او اهمال في الحراسه. ثالث حاله اللي غادي ندوي عليها واللي غالبا غتكونوا سمعتوا عليها سابقا لانه كاين بعض المناطق كثيره فيهم هذه الظاهره اللي هي الرشق بالحجاره او قرعه ديال الزجاج من فوق القناطر اللي دايزه من فوق طرق السياره، وهذا الشيء غالبا في القناطر اللي ما فيهاش السياج او الكرياج، الشيء اللي كيتعتبر في القانون خلل في الامن. رابع حاله هي التسرب ديال الاتربه او الرمل لداخل طرق السياره او وجود اشغال بلا اشارات اللي كتعلمنا ان هناك اشغال. هذه القضيه كيعتبرها القانون خطر متوقع وكان لازم على الناس ديال لوطوروت دو ماروك يديروا الواجب ديالهم باش يتجنبوه. النظر في هذه الحالات اللي ذكرت سابقا كيدخل ضمن الاختصاصات ديال القضاء الاداري واللي كيسميها ضرر ناتج عن سوء تسيير مرفق عمومي. المحور الثاني في هذه الحلقه هو المسطره القانونيه. اول حاجه ديرها الا وقع لا قدر الله حادث سير في الطريق السيار هي انك تشعل الضوء ضربه، وقف شريط الوقوف الاستعجالي او لا بوند داغي دورجونس. من بعد خذ الهاتف ديالك وعيط ل 5050 اللي هو مركز نداء ولا لو سونتر دابيل ديال لوطوروت دو ماروك، ومن بعد عيط للدرك الملكي في الرقم 177 وحاول تاخذ صور وفيديوهات السياره والمكان الحديث بالهاتف ديالك، وما تحركش السياره نهائيا حتى يجيو العناصر ديال الدرك الملكي. ومنين يوصلوا حاول تحكي لهم التفاصيل ديال الحادثه كيفاش وقعت واش من ساعه وقعت بالضبط وجميع التفاصيل اللي غادي تعاونهم في المحضر، والا كان عندك ايضا شي تسجيل ديال الكاميرا في السياره عطي لهم راه غادي ينفعهم بزاف. ومن بعد انتهاء من الاخذ ديال الاقوال من طرف الضابط حاول تاخذ رقم الاحاله ديال المحضر او لا الريسيبيسي ديال لو بي في. حاجه مهمه بزاف هي انه في المحضر حاول تعطي للدرك الملكي نسخه من جميع الوثائق والادله اللي كتوفر عليها سواء اللي طلبوها او لا ما طلبوهاش منك، بحال جهاز ديال الجواز، تيكي ديال البياج، الصور او الفيديوهات ديال الحادث ومكان الحادث، الكونطرا ديال لاسيورونس والكونطرا الا كانت عندك سياره ديال الكراء. من بعد حاول جمع ملف يكون متكامل كيضم الفاتوره او الفاكتور ديال الاصلاح ديال المركبه ديالك ورابور او التقرير ديال الخبير محلف فيما يخص الاضرار ديال السياره وشواهد طبيه اذا كان هناك اضرار بدنيه او نفسيه. من بعد ما تجمع الملف ديالك هنا غادي تجي المرحله ديال الاشعار ديال لوطوروت دو ماروك، وهذا الشيء عن طريق رساله مع اشعار بالتوصل او لا ليتر افيك اكوزي دو ريسبسيون عن طريق مفوض قضائي في اجل ما يفوتش 30 يوم من تاريخ وقوع الحادث. في حاله ما جاوباتكش لوطوروت دو ماروك في اجل ديال 60 يوم من بعد الاشعار بالتوصل او لا تعويض اللي اقترحوا عليك كان قليل وما كيتناسبش مع داكشي اللي صرفتي بتاتا، غادي خصك ترفع دعوى قبل ما تفوت 5 سنين لانه هاد الملفات ديال القضاء الاداري كيتقدموا في اجل ديال 5 سنوات. وهنا غادي نخلي لكم بعض النماذج ديال الاحكام القضائيه اللي حكمت فيها المحكمه الاداريه على لوطوروت دو ماروك بتعويض مستعملي الطريق السيار اللي تعرضوا لحوادث السير بمبالغ مهمه. في 14 مارس 2024 في الطريق السيار قرب مدينه طنجه واحد السائق ضرب كلب دخل الطريق السيار وتسبب له حادثه سير، والمحكمه
المحكمة حكمت على لوطوريت دو ماروك بتعويض أكثر من 40,000 درهم لهذا السيد. في سنة 2024 أيضا المحكمة الإدارية حكمت على لوطوريت دو ماروك باش تخلص أكثر من 32,000 درهم ديال التعويض لواحد السيد اللي سبق دار حادثة سير طريق سيار قرب مدينة الدار البيضاء مع واحد الحيوان كان قاطع الطريق. القانون ما كيتعاتقش في هذا الشيء وكيسميه إهمال أو خطأ في الخدمة، الشيء اللي كيأكد أن القانون المغربي صارم في هذه القضايا، وأن كل إهمال في الصيانة ديال طرق السيارة كيساوي تعويض ديال المتضررين. في الأخير بغيت نشير إلى وسائل الإثبات اللي خاص توفروا عليها. أول حاجة صور واضحة لمكان الحادث، واش كاين سياج مثلا أو لا إلى آخره، صور الحيوان أو الجسم اللي كان سبب في الحادث، صور واضحة للأضرار اللي وقعت في المركبة ديالكم، وحاولوا تاخذوا الصور والفيديوهات من زوايا مختلفة قبل ما يجيو العناصر ديال الدرك الملكي. ثانيا محضر المعاينة ديال الدرك الملكي لأنه هو الوثيقة الرسمية الوحيدة اللي كتوثق شنو وقع بالضبط، وفي المحضر خاص ضروري يكون مذكور بوضوح شنو السبب ديال الحادث. ثالثا شهادة شهود إذا كانوا في الطريق، حاولوا تاخذوا الأسماء وأرقام الهواتف ديالهم لأنه يمكن يدليو بشهادتهم في المحكمة على أن الطريق ما كانش آمنة. رابعا نسخة من التيكي ديال البياج لأنها كتأكد أنك داخل في طريق السيار ديال لوطوريت دو ماروك وبطريقة قانونية. خامسا إثبات الاتصال ب 50-50 اللي هو مركز النداء أو لو سونتر دابيل ديال لوطوريت دو ماروك. وهنا كنكون وصلنا لنهاية الحلقة ديال اليوم. نتمنى المعلومات توقفش عندك، وحاولوا تبارطاجوها مع الناس اللي كتعرفوا باش تعمل فائدة. وكيف العادة إذا عندكم شي تساؤل خليوه لي في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي اللي غادي تلقاو الروابط ديالها لتحت في صندوق الوصف. كان معكم عصام كريم والسلام عليكم.